السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم غالياتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير عليكم وانتم تشاهدوا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي في احسن احوالكم يا رب العالمين. اليوم حبيت ندير معاكم هاد المحاجب دوبل اكس ال، يعني هاد المحاجب راح يسلكوك تكملي تمتم. والحاجة المليحة في هاد الطريقة انه ما دلكتهم ما تعبت عليهم وكملت تمتم، يعني الواحد يدي حبة ما يزيدش. نتمنى فقط أنكم تتبعوا الفيديو الأخير باش نستفادوا. وأول ما نستهل به كالعادة هو الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذا هنا جبت هذا الطبسيل الكبير. شوفوا أنا كيلت بهذا الطبسيل نورمال كامل عندكم. حطيت 4 كيلات من السميد الرقيق، يعني لازم يكون السميد رقيقة. يعني كان جا معكم يعني شوية خشين، يعني حاولوا تصيروه وندوه فقط رقيق. شوفوا هنا حطيت في الأول بنفس الكيله اللي كيلت بها حطيت 2 طباسة كيما شفتوا. اذا هنا ما كفاونيش، لازم درت 4 هكذا ونشوفوا. اذا 4 نخلطوهم، يعني عاود درت 4 كيلات تاع السميد ودرت 4 كيلات تاع الماء وشوفوا مازالوا ثقيل معايا. اذا هنا زدت نص كيله من الخامسة ونخلط مليح كيما راكم تشوفوا. يعني هذه الطريقة يعني صدقوني ربحت بها الوقت وما عييتش كامل ودرتهم في زمن قياسي. اذا هنا زدت كملت الكيلة الخامسة هكذا. لازم نطلق العجينة معايا باش هنا كي نبدا نخدم بالخلاط الميكسور تاعي، يعني راح تجي سهله، يعني ما يتحرقش معايا، لانه تخافي هنايا كي تكون ثقيله العجينه يتحرق معك، لازم يعني تخفوها شويه. يعني شوفوا 4 دقائق تاع خلط وشوفوا كيفاش ولات معايا سهله بلا تعب بلا والو هكذا. من بعد كي نخلطها مليح يعني شوفوا حتى اللون تاعو تبدل. نحطها في جفنه كبيره، ندير شويه الملح ونبدا نضيف تدريجيا يعني في الفرينه حتى نتحصل على القوام المطلوب. يعني ماشي لازم ديروا 4، انا درت كميه كبيره لانه في الحقيقه انا قسمتها على 2، درت شويه محاجب ودرت شويه تاع تشخشوخه. يعني وانتوما على حساب يعني افراد العائله تاعكم. وشوفوا هنايا راح ندلكهم غير هكذا حاجه خفيفه، قيس 2 مينوت 3 مينوت هكذا، ما نزيد لهمش ونخليهم يرتاحوا معنا. اذا هنا لازم على الاقل تاش ساعه وربع هكذا. انا خليتهم ساعه وبديت نخدم. انا درتهم في كيس بلاستيكي، ولو طون اللي يرتاح معايا هذاك العجين تاعي نروح نوجد كتشوكات. انا هنا يعني درت كميه كبيره لانه راني دايره الحبات بزاف كبار. درت قطعت الباصل تاعنا الى قطع صغيره، حطيته في هذاك الزيت داب معايا شويه، درت له شويه الملح باش يساعدو يعني يذوب تمتم. وانا عندي شويه تاع البصل الاخضر، يعني حتى داب لي هذاك الاولاني شويه باش زدت لحقته هكذا، لانه كيما على بالكم هذا بصل الاخضر يذوب تمتم. وبعد ما داب معايا جبت 4 حبات تاع الطوماطيش كرفشتهم ولا رحيهم كيما حبيتي، ودرنا مغرف كبيرة تاع طماطم مصبرة، فلفل عكري فلفل حار، عكري حار تاني، وزدت الهريسة. يعني الهريسة والحار اختياري على حساب العائلة تاعكم، اسكو ياكلوا الحار ما ياكلوش. وهكذا نخليها تكمل طيابها ونزيد نعقدها شوية وتولي جاهزة معنا. نمر دوك للمرحلة الموالية، نبدأ نقطع هكذا كريات يكونوا شويه، يعني ما كبار بزاف ما صغار، لانه قلت لكم انا حنكبرهم على هذا ما صغرتهمش بزاف هكذا. يعني نسقمهم ونديرهم في سنيوه هكذا تكون مدهونه بالزيت، يعني الطريقه المعتاده اللي موالفين بها. ومن بعد من الفوق نزيد ندهنهم بالزيت باش ما يبسوش معانا، ونزيد نخليهم يريحوا للمرة الثانية. شوفوا العجين كل ما ريح راح يساعدك يعني في الخدمة، هذا هو السر تاعو في الحقيقة. نزيد خليته هكذا نص ساعة لو طون اللي بردت معايا هذيك الشكشوكة تاعي. ونبدا هنا لازم نستعين يعني بورق الطهي كيما شفتوا قطعتهم كبار، قطعت 2. شوفوا كش راح ندير. اذا كسلت يعني كريه وحده قبل ندهنهم مليح بالزيت ونبدا نكسل
في العجين تاعي، يعني قيس هذاك الورق، شوفوا شحال راهو كبر هكذا باش يسلكوني ونكمل تمتم، يعني واحد ياكل حبة ما يزيدش. وما تقعديش يعني لاصقة، يعني نخلي شوية هذاك الحواف، نعاود نرجع هذاك يعني الحشو تاعنا باش نلصقو، نلصق يعني وحدة في وحدة على الحواف هكذا، ومن بعد نرجع الثانية على الأولى، نسيي نديرهم قد قد. وهنا كي تكونوا تنحوا في الكاغ تاعكم بلاكو، لأنه قادر يقطع لكم العجين تاعكم. إذا كان العجين تاعنا رقيق نزيد نعاود بنفس الطريقة حبة تانية. إذا هنا نكسل يعني كل كرية على جهة في الورق تاعنا، وشوفوا يعني الورق الطهي تاعنا شحال قطعته كبير، يعني الحبة راح تجيكم الله يبارك، وتاني تجيكم رقيقة، يعني ما تخافوش. علاش؟ لأنني راني نرقق قد ما عندي هكذا. ومن بعد نحط لافاغس تاعي ونزيد ندير الطبقة الثانية فوق منها، ونحاول أني نضغط على الأطراف. وإذا كانت يعني بزيادة، يعني خرجت لكم شوية العجين تاعكم، نحوه بالموس نورمال. إذا هذه المرحلة كما قلت لكم نحوا الكاغ تاعكم غير بالعقل، بيسك راهو بزاف رقيق العجين تاعي وتخافوا يتقطع لكم. هكذا ندهن المري تاعي ونحط، شوفوا الحبة قد منها، يعني الطاجين تاعي تاع الحديد راهو كبير، ورغم هذا شوفوا يعني راهو قيس الطاجين، يعني الله يبارك. شوفوا كيفاش راهي منفخة مهوية الله يبارك، وتمتم يعني تتهناي. ومن بعد يعني من الأحسن تعاودي كي تعرفي بلي دخلها طياب، تزيدي تعاودي يعني تطويها على زوج، يعني نحركها قبل مليح ومن بعد نطويها على زوج باش هكذا يزيد الحواف تاعي نضمنهم باللي طابوا هكذا. ونزيد بنفس الطريقة ندهن الزيت تاعنا ونكمل الطياب تاعي. وشوفوا الحبة يعني ما شاء الله الله يبارك شحال كبيرة، هاي أمامنا. شوفوا كيفاش يعني حتى راني معمرة بلا فخس مليح، يعني حتى الحشو درت كمية كبيرة. ويطلقك يعني ديري 6 حبات 7 حبات 8 راح تكفي كامل العائلة حتى وتكون كبيرة، لأنه حبة ما مش راحين يزيدوا. وصراحة أنا الباقي درتو تشختوخة. وشوفوا هنا كيفاش جات رقيقة معايا، والحشو الله يبارك. نتمنى أنكم تتبعوا هذه الطريقة. إذا جربتوها ما تنساوش تحطوا لي رأيكم في التعاليق. سلام.